شكون هو طارق السكيتيوي اللي الاعلام ظالمو وما ناصفوش وما عاطيش حقه حتى واحد ما كيهضر عليه، مع العلم انه خاربها القاب سواء كلاعب سواء كمدرب. طارق السكيتيوي تولد في 13 ماي 1977 في العاصمه العلميه فاس، يعني راه كيبلغ من العمر دابا 48 سنه. بدا المشوار ديالو من الاحياء ديال مدينه فاس قبل ما ترصدوا الاعين ديال الفريق المغرب الفاسي، هنا غادي ينتقل لفريق الماط. في عام 1997 غادي يلعب في الفريق الاول ديال المغرب الفاسي، وطبعا لانه غادي يكون لاعب متالق فهو غادي يحترف في اوروبا. في الصيف ديال 1997 غادي يمشي طارق السكيتيوي لنادي اوكسير الفرنسي وغادي يلعب معهم عامين، يعني حتى 1993. بالنسبه لك قلت شي تاريخ كنتي مزيود فيه ولا شي واحد فيكم كان مزيود في شي تاريخ من هاد التواريخ اللي غنقول، هبط يكتب لنا تاريخ الميلاد ديالو في التعاليق. مع فريق اوكسير الفرنسي غادي يشارك سكيتيوي 22 ماتش وغادي يماركي 4 ديال البيوت. في الصيف ديال 1993 غادي ينتقل لنادي الماريتيمو البرتغالي، ولكن التجربه ما كانتش تجربه مزيانه حيت لعب غير 2 ماتشات. ومن بعد منها في نفس السنه تقريبا غينتقل لنادي نوشاتل السويسري، غيلعب معاهم 9 ديال الماتشات. في عام 2000 غادي ينتقل لنادي فيلم توتي بلورغ الهولندي اللي غيلعب معاهم 4 ديال السنين، يعني حتى 2004، وغادي يشارك معاهم في 73 ماتش وغادي يماركي 19 هدف، وهذه راه كتبقى حاصله مزيانه حيت هو كان لاعب خط وسط راه ماشي مهاجم. في عام 2004 غادي ينتقل لنادي اخر اللي هو ايزيد الكمار الهولندي وغيلعب معاهم عامين حتى 2006، شارك معاهم 48 ماتش وغادي يسجل 10 ديال الاهداف. في عام 2007 غينتقل لفريق اخر هولندي اللي هو اركيسيف فالفي ولعب معاهم غير 4 الماتشات ماركا بيت واحد. وهنا في غتبقى واحد النقطه ديال التحول في الاحتراف ديال طارق السكيتيوي. في 2006 طارق السكيتيوي غينتقل لنادي بورتو البرتغالي، وما ادراك ما بورتو البرتغالي، خصوصا في 2006 غادي ينجح بانه يماركي معاهم 19 هدف. وفي 2009 غادي ينتقل لنادي عجمان الاماراتي 6 اشهر، هنا غادي يقرر انه يختم المسيره الاحترافيه ديالو مع نادي المغرب الفاسي. مايسترو خط الوسط المغربي طارق السكيتيوي سبق لي ربح بزاف ديال الالقاب، بحال مثلا انه ربح الدوري البرتغالي مع بورتو البرتغالي 3 ديال المرات، وربح كاس البرتغال في موسم 2008 2009، وربح ايضا كاس السوبر البرتغالي عام 2006 مع المغرب الفاسي. في 2011 السنه ديال الاعتزال ديالو ربح كاس الكونفدراليه الافريقيه مع المغرب قل من 20 عام، وربح كاس الامم الافريقيه تحت 20 عام مع المنتخب المغربي عام 1997، وكان ايضا افضل لاعب في البطوله. اما كمدرب فراه سبق ليه ربح كاس العرش في 2016 مع المغرب الفاسي، وربح كاس الكونفدراليه الافريقيه مع نهضه بركان في 2020، وربح برونزيه كره القدم الاولمبيه في 2024، وربح حتى بطوله افريقيا المحليين في 2024. يعني باختصار الاخوان رحنا كنهضروا على واحد من اساطير المغرب، يمكن الاعلام ظالمو ما عاطيش حقه، ولكن بغينا ولا كرهنا سكيتيوي كيبقى واحد من اساطير المغرب لاعبا ومدربا.